هذا الفيديو نريد نوصل من خلاله رسالة إلى الناس اللي ما تتبرع، والبعض الناس اللي كانوا يتبرعون وبطلوا ما يتبرعون وحقهم، لأنه كانوا يتبرعون إلى مؤسسات وجمعيات خيرية وشافوا هاي الأموال ما تروح إلى مستحقيها فبدأوا ما يتبرعون. اليوم من خلال هذا الفيديو راح نشوفكم عمل برنامج ساعدني وشون الأمانة توصل للعوائل المتعففة والأيتام. هاي 100,000 يتبرع بيها شخص كل راس شهر. كنا نعطي هاي 100,000 للناس اللي عندهم علاج نروح نشتري لهم علاج، والناس اللي تكرمون يحتاجون حفاضات وأيضا حليب نروح نشتري لهم حفاضات وحليب، والناس اللي يتصلون بينا وزارة العمل أو وزارة الصحة العراقية أجور تاكسي أجور نقل من المنزل للبيت أيضا من خلال هاي 100,000. وهنالك البعض من الإيجارات إذا شخص ما تبرع أيضا من خلال هاي 100,000 احنا راح نساعد هاي العائلة. ولكن اليوم راح نشوفكم هاي 100,000 المن راح تروح. خليكم ويانا. المرحلة الأولى، أحد الأشخاص دايم ببيته وشاف المناشدة اللي نشرناها إلى عائلة متعففة بنينا بيتهم والحمد لله وباقي فقط صب الأرضية، تبرع بهذا الحصو و10 أكياس اسمنت إلى هذه العائلة، وكانت كروة أجور النقل 20,000. الأبو الشفل والأبو السيارة اللي راح ينقل هاي المواد إلى مكان منزل العائلة. احسبوا وياي، اعطينا 20 أجرة النقل وباقي 80,000 من 100. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي المرحلة الثانية بال100,000. خلينا نشوف ايش راح نقدر نشتري. اليوم هاي بلازمة واحنا من الكهربائي اللي دائما نشتري من عنده ويتعاون ويانا ويسهل أمرنا، نقول له حياك الله عيسى. حبيبي الغالية شرفتنا اليوم. الله يسلمك. اليوم حبيت اطلع قدام الناس، انت دائما تسهل ويانا ونتعاون وياك. خدمتكم احنا ان شاء الله خير وبركه ان شاء الله. الله ان شاء الله احنا نبادر وياكم فدوى قلبك وبخدمتكم ان شاء الله، وهل نقدر به نساعدكم ان شاء الله. فدوى قلبك. الله يسلمك. سولف لنا مواصفات هاي البلازما اللي اشتغلنا. والله البلازما نوعية زينة زين وعالية جودة الحمد لله اتش دي زين، ونوعية زينة ان شاء الله. ايش قد سعرها؟ هي حجمها ايش قد؟ والله حجمها 32 زين الحجم مالتها. زين وايش قد سعرها؟ تبي ايش تبيعها للناس؟ 125. انه لكم 100. فدوى قلبك. لا خدمتكم. احنا دائما نجي لهذا الشخص لانه يسهل ويانا. خدمتكم يدللون. هسه عيسى احنا اعطينا 20 جبنا به نحصو. طبعا احد الاشخاص كل راس شهر هو يتبرع 100,000. اليوم حبينا هاي 100,000 تكون بها شراء بلازما ونقل مواد من بيت الى بيت، فاعطيناهم 20 بقت 80. راح نعطيك 80 وان شاء الله راس الشهر راح نعطيك 20. لا عاد مو كلش، احنا بخدمة نساهم وياكم. الله يبارك فيك. هذا محلكم واي شيء تحتاجون خدمتكم. طبعا عيسى حبيت انه يظهر اليوم ويانا بهذا الفيديو لانه رجل يستحق انه الشكر، ولم يشكر الخالق لم يشكر المخلوق، وهذا الانسان صاحب غيره، ودائما احنا نطرق الباب عليه نجي للمحل لانه ما يقصر ويانا، يعرف احنا ناخذ هاي المواد للعوائل المتعففه والايتام فيساعدنا، وحتى مواد ما موجوده عنده يروح يشتريها لخاطرنا وحتى نعطيها لهاي العائله. شكرا لله وشكرا لك عيسى. لا عمور حبيبي كله ما كلك قصور. الله يسلمك ما تقصر انت ان شاء الله. الله يسلمك يا حبيبي. فدوى القلب. ممنونين منك يا حبيبي يا حبيبي. بس عيسى انت لازم تعطينا هديه متعودين عليك. والله هديتك بخير انت. هديتك استان ماي بلازمه. هاي استان ماي بلازمه هديه لهاي العائله. شكرا لك. الله يبارك فيك. ممنون منك ما قصرت. واخذنا الامانه بهذه الدراجه واتجهنا الى العائله المتعففه وحتى نفرحهم ونبشرهم انه البلازمه اجتهم، وان شاء الله الله يوفق الجميع اللي ساهم ويانا. وهنا طرقنا الباب عليهم. السلام عليكم. هاي العائلة هذا تلفزيونهم، والحمد لله والشكر وجود الله سبحانه وتعالى والناس الخيرة قدرنا نشتري لهم هاي البلازمة، والحمد لله والشكر. إن شاء الله ميزان حسناتكم ما قصرتوا مع هذه العائلة. اليوم بدل هذا التلفزيون صار عندهم تلفزيون حالهم حال الناس اللي تباوع على الشاشات. صح حجمها 32 بس الحمد لله والشكر على كل حال، وهذا اللي نقدر عليه. شكرا لله على هاي النعمة وشكرا لصاحب المبادرة وجزاكم الله خير الجزاء. هاي 100,000 قدرنا نسوي بيها هذني الشغلتين. الحمد لله والشكر 100,000 قدرنا نسوي شغلتين العائلة، والله سبحانه وتعالى دائما يقف مع العوائل المتعففة والأيتام اللي سخر هذا الشاب انه يتبرع ويانا كل راس شهر الى هاي العوائل. ان شاء الله وصلت الرسالة الى الناس، وان شاء الله يا رب الكل
راح يساهم ويانا في إسعاد هاي العوائل المتعففة. يستمر برنامج ساعدني معكم في العطاء دائما. في أمان الله.